السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر المعاطي وممنوع من العرض. فيلم الليلة أنا مستغرب جدا جدا جدا. الفيلم ده أكيد اتسرق، حد سرقه، مش ممنوع من العرض ولا حاجة. ده مسروق يعني، لأن مفيش أي حاجة يعني رقابة ما توافقش عليها. بتدور أحداث الفيلم ده معانا آه، ميرفت أمين كانت مخطوبة الأول لسمير غانم. سمير غانم ده بقى منه شخصية إيه، شكاك طول الوقت. فتقول له إيه، نسيب بعض. فهتفضل وبعد كده هتطلع رحلة إلى اسكندرية، وهتشوف هتقابل حسين فهمي. حسين فهمي بقى شخصية جميلة جدا جدا، لكن إيه، عنده مرض او عنده حاجه يعني ورم. كشف على نفسه عنده ورم، ومش عارف هو ورم ايه، خبيث ولا حميد. عشان كده حبها جدا جدا، وبس مش قادر يرتبط بيها عشان خاطر ايه، عارف انه ايه، ان هو ايه، مريض، ويعني ونهايته هتبقى الموت يعني. القصه في مجملها كده قصه جميله جدا جدا. والقفله بتاعت الفيلم برضه جميله برضه، ان هو هيتعالج ويشيلوا الورم ويتجوزوا ويبقوا مع بعض في الاخر. فيلم جميل جدا. بس ايه اسباب بقى بنعه، انا مش عارف والله فعلا بجد. يعني منهم لله بقى، او منه لله اللي سبق هذا الفيلم او خبى هذا الفيلم، العمل الجميل ده. اتمنى ان ينال اعجابكم، ويا ريت مستني تعليقاتكم وارائكم، وكل ما تطلبوه انا تحت امركم. وشكرا جزيلا لحضراتكم. كان معكم تامر ابو المعاطي من قناة ممنوع من العرض، او مسروق بمعنى كلمة مسروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين.